صباح الخير عليكم، صباحكم عامر بذكر الله. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي وسهلة جدا واقتصادية وبسيطة. الأطفال ما بتستغناش عنها ولا الكبار. حلوة قوي مع فنجان شاي، حلوة مع القهوة. الأطفال بسبب ومن غير سبب بيحبوا الكوكيز هنعمله النهاردة بطريقة سهلة واقتصادية ومش مكلفة خالص، وهتخرج لنا كمية حلوة قوي. وكله شوكولاتة. لو انتي عايزة تستغني برضو عن الشوكولاتة وعايزة تعمليها فانيليا هقولك ازاي. يلا نعمله بطريقة سهلة قوي وبسيطة خالص. لونه حلو قوي ومناسب وكان مستوي من جوه ومن بره زي ما احنا شايفين كده. مش هتاخدي نص ساعة بالظبط وهكوني عملتي كمية حلوة قوي. مش دي كل الكمية يا جماعة، ده تاخدت منها طبعا اول ما خرجت كتير، والكمية دي كمية صغيرة. هنا معايا حبة بيض ومعايا هنا تلت كوباية سكر، والسكر لازم يكون بودرة عشان يسهل عليكي خلط المكونات مع بعض. ومعايا هنا نص كوباية سمنة ناقصة معلقتين، يعني نص كوباية دي شلنا منها معلقتين وهي فكة بدرجة حرارة المطبخ. المعلقتين دول هخليهم زيت، يعني كل المقادير السايلة بتاعتي أو السمنة بتاعتي نص كوباية. عايزة تستغني عن السمنة وتخليها زبدة اللي يريحك، بس برضو النتيجة بالسمنة كانت حلوة وما كانتش وحشة، ادتلي النتيجة كويسة يعني. بس في ناس بتحب تستخدم زبدة، فانتي هتستخدمي برضو نص كوباية وتكون فاكهة كده بدرجة حرارة المطبخ عشان تسهل عليكي الخلط. هنا معايا كيس فانيليا عشان البيض. معلش انا صوتي تعبان شوية. هتخلطي كده كل الحاجات دي مع بعض. عايزة تعمليها بالمضرب اليدوي زي كده، بالكهرباء، اللي يريحك. المهم انك تخلطي كل الحاجات دي لغاية ما السكر يختفي خالص والبيضة كمان. في الكمية دي انا هستخدم ربع كيلو دقيق. لو انتي عايزة تستخدمي نص كيلو يبقى هتضاعفي كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي. هتخلي البيض 2 حبتين، وهتخلي السمنة والزيت كوباية، وهتخلي كمان الدقيق نص كيلو، والسكر هيبقى تلتين كوباية مش تلت واحد. لازم تضربي كل الحاجات دي كويس كده مع بعض لغاية ما القوام زي ما احنا شايفين كده بقى كريمي. هنا معايا ده ربع كيلو دقيق بالظبط بالميزان. الربع كيلو ده يعني كوبايتين الا ربع. هنا شوية بيكنج باودر صغيرين على طرف المعلقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان هنا حبة ملح صغيرين بين صوابعك كده. ونيجي عند الكاكاو بقى، لازم يكون كاكاو حلو قوي قوي قوي، وافضل انواع الكاكاو الاسباني الخام اللي من غير سكر. مش هتحتاجي تضيفي كتير، هما معلقتين بس لانه نوعه جيد. تمام كده. هنزل بقى بالمكونات الجافة دي على المكونات السائلة بتاعتي، السمنة والسكر والبيض. الكوكيز زي البسكويت زي البيديفور ما بيتعجنش، انتي بتفضلي تقلبي فيه لغاية ما الدقيق يختفي بس. الوصفة دي قد ايه اقتصادية وبتخرج كمية حلوة قوي زي ما قلتلكوا. يعني لو عملتيها ولادك هيفرحوا بيها قوي، وكمان هتبقى اقتصادية بالنسبة لك، فهتخرج لهم كمية كويسة. لو انتي عايزة تعمليه فانيليا من غير كاكاو، طبعا هنشيل معلقتين الكاكاو خالص اللي احنا ضفناهم، وهنستخدم الشوكولات شيبس بس كده على الوش وخلاص. هنا دول معلقتين شوكولات شيبس حطيتهم جوه العجينة نفسها. لو انتي عايزة تستغني عن الكمية اللي انتي بتحطيها جوه العجينة وتكتفي باللي بتضيفيه على الوش بس، مفيش مشكلة.
الشوية اللي بتضيفيهم من جوه دول بتعززي طعم الشوكولاتة اكتر، وبيبان قوي وانتي بتاكليها، بتبقى كأنك بتاكلي كوكيز جاهز. هنا الدقيق خلاص قرب يختفي كده معايا، ما بقاش فيه، بس هي مفرولة. عشان الفرولة دي تروح لازم نضيف لها مادة سايلة. السايلة ايه؟ يا اما شوية مية يا اما شوية لبن، وانا افضل شوية لبن. هتضيفي بالمعلقة، بس للأسف الجزئية اللي ضفت فيها المواد السايلة ما كانتش متصورة. فلما توصلي للجزئية دي ولقيتيها مفرولة لازم تضيفي معلقتين لبن. تمام كده، حتى هي في البولة برضو لو شايفين وملاحظين كويس هتلاقوها مفرولة كده. خلاص انا ضفت معلقتين اللبن. وبرضو لو وصلتوا معايا للجزئية دي وما عملتوش لايك اعملوا لايك. هنا معايا شوكليت شيبس، هبتدي بقى اشكلها. تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة بنزلها، وقولولي لو بتستفيدوا من وصفاتي ولا لا. هنا بقى لازم توحدي المقاس، ما تعمليهاش كبيرة وصغيرة علشان خاطر وانتي بتقدميها يبقى كلها مقاس واحد. وطبعا ده بان في البداية خالص لما شفتوها، ضروري يبقى كلها مقاس واحد. لو انتي مش عارفة تجيبيها بإيدك كده يبقى بمعلقة صغيرة، خدي مقدار معلقة صغيرة وشكليه وحطيه في الشوكليت شيبس وحطيه في الصينية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربع كيلو دقيق، حبة بيض، نص كوباية سمنة. حاجات كلها والله بسيطة أوي يا جماعة ومن البيت، مش هتخسري كتير لو عملتيها، هتسعدي ولادك أوي وهيبطلوا كمان يشتروا الحاجات دي من بره. كده أنا مدهنش الصينية أي مادة دهنية وخلصت الكمية بتاعتي. وما كانتش الصينية دي طبعا، كان في صينيتين بيني، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، وهي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، وكان شكلها حلو وريحتها أجمل. يا رب الوصفة تعجبكم، يا رب كل وصفاتي تعجبكم، وقولولي في التعليقات ايه أخبارها لو جربتوها.